التي جلب لها حكام حركة النهضة الإخوانية الإرهاب واحتضنوه، بات هذا الإرهاب يلدغ الجيش التونسي والقوى الأمنية. ومن ثمرات هذا الإرهاب معسكرات لتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا باعتراف شخصيات تونسية عدة. ما حاولت حكومة النهضة الإخوانية إخفاءه على مدى سنتين من تحويلها إلى مفرخة للإرهاب وتدريبه وتصديره، هي اليوم تكتوي بناره وتحاول مكافحته بعد استهداف الإرهابيين لعناصر الأمن والجيش التونسي بعبوات ناسفة زرعوها في جبل الشعامبي بولاية القصرين قرب الحدود الجزائرية، جرحت 10 منهم. حكومة علي العريض التونسية أقرت بوجود معسكرات لتدريب الإرهابيين بعد أدلة واعترافات جديدة لسياسيين تونسيين، منهم محمد علي النصري عضو المجلس التأسيسي عن جبهة القصرين عن احتضان حكومة النهضة لمرتزقة القاعدة وإنشاء معسكرات تدريب لهم، ومن ثم إرسالهم إلى سوريا، تتطابق مع تقارير إعلامية كانت قد حددت بدقة تمركز هذه المعسكرات في منطقة جندوبة والمشرفين عليها. هناك مساحات للتدريب، هناك عصابات متدربة. قبل هذا أبطلوا 23 لغم أمس أيوة قاع إبطال أكثر من 23 لغم، بل ما يعني جماعة تقع الإصابة الثانية. القاوا الوقت، معناها عندهم الوقت وعندهم المكان اللي يدربوا فيه وعندهم كل الدعم باش تواجدوا في المكان هذايا باش يعملوا اللي ينجموا يعملوه. وهذا خطير جدا، رغم ان كنا حتى في هذه القناه وتذكروا جيدا انه تم معناها الاعلام وان هناك مناطق تدريب لهذه العصابات الارهابيه، ولكن الحكومه في ذلك الوقت نفت ان هناك ميادين تدريب، نفت ان هناك عصابات تدرب. هاي اليوم ظهرت بالكاشف. عندنا قريه حدوديه اسمها لوطيه على الحدود التونسيه الليبيه، الآن فيها 5000 من شباب، فيهم جزء من التوانسة يتدربوا باش يبعثوهم جزء لسوريا عن طريق تركيا، في حدود 5000 مش توانسة فقط، خليط، تحت إشراف أجهزة أجنبية مخابراتية وتحت إشراف جهاديين. شيء باش يمشي لسوريا عن طريق تركيا المعتدلة الوسطية، وشيء باش يرجع لنا لتونس. وزارة الداخلية التونسية اعترفت بمطاردة الجيش التونسي لمجموعتين مسلحتين قرب الحدود الجزائرية، إحداهما في جبل الشعانبي والثانية بولاية الكاف، تضم أكثر من 50 شخصا بين التونسيين والجزائريين، بينما لم تشر وزارة الدفاع التونسية التي تقود العمليات إلى عدد الإرهابيين، مبررة ذلك بوعورة الأرض. هذا الإرهاب في تونس والقادم سيكون أعظم، لأن من يربي الأفاعي في عقر داره سيطاله سمها طال الزمان أم قصر. أما السوريون فلهم من إرهابيي تونس قصص وقصص تروى.